كابتن حسام، انا بشكرك على التنظيم الجميل ده، وجمعت تاني الناس بتاعت امبابة، وده احنا كنا مفتقدينه من ايام الكابتن جلال التوشي رحمة الله عليه. انت يمكن من زمان اقترحنا عليك الفكرة دي، ان انت اللي يعني بدون والله رياء، ان انت اللي منوط ان تقوم بقى بدور تجميع اهالي امبابة تاني في ملعبك، وانت روحك جميلة. مش هتكلم عليه عشان ما حدش يقول ان انا بنفقد. حبيبي يا نجم، والله بص يا فريسكا، احنا يعني دايما بنحاول نعمل اي حاجه يعني للناس بتاعتنا وناس اهالينا واخواتنا اللي احنا بنتشرف بيهم، ومبابا دي بلدنا. احنا بنحاول نعمل اي حاجه ونجمع الناس فيها على قد ما نقدر، والله يعني بتبقى حاجه كويسه، انت فاهم ازاي. وبنحاول نفكر بس الناس بالحاجات بتاعت زمان اللي احنا نفسنا كنا بنلعب فيها يعني. زمان لما كنت بتلعب في نادي ناصر والكابتن جلال بيجمعنا، من بعده قلنا صعب ان احنا نتجمع، وقعدنا حوالي 10 12 سنه لحد ما اتجمعنا تاني في الملعب عندك هنا. حبيبي يا نجم، انتوا تنوروا في اي وقت، وانا مبسوط اصلا انا بعمل حاجه زي كده انا وكابتن سامح البلدوزر، ان احنا بنعمل حاجه كويسه وبنجمع فيها اهالينا والناس بتاعتنا ولاعيبه الكوره، وبنحاول كده نظبط الدنيا كده ونخلي يعني نعمل حاجه كويسه بامر الله. بس يعني حته كده منك يا كابتن عزيز، وانت بامر الله نعمل دوره كمان غير الدوره بتاعت الاماكن دي، دوره بقى لكل اهالينا في امبابه والناس بتاعتنا في امبابه، نعمل دوره كويسه بامر الله بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي يا نجم، حبيبي يا فريسك. بالتوفيق يا كابتن.